ولازم يكون باب الصبر، استغفار أو شنية توبة، بعدين ده صبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فبدها صبر. الآن مش من الصبر اللي هو في السوق، صبر مش من الكافر، إن صبر كن مع الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. أيضا لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيضا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. آيات كثيرة في هذا الباب يا أخي، وأحاديث أيضا كثيرة فيها يعني من عظيم الأجر والثواب عند الله عز وجل. حديث عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ بين السماوات والأرض. تصور قديش بتعب الواحد لما يحكيهم، قديش بيطول، قديش بيبذل جهد. يعني عندك أبواب ضخمة جدا من الحسنات لا تعد ولا تحصى. أيضا والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه أو فبائع نفسه فمحتقها أو موبق. يا إما بتظبط حالك يا إما بتورط حالك. الكل يغدو، الكل بنزل بيسرح، الكل بنزل بيشتغل، الكل فينا الصبح بشغل سيارته أو اللي ما عندوش سيارة على البسكليت دبر حاله على رجلين بنزل، يا اما بتظبط معاه يا اما بضيع حاله. حديث آخر عن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه. أعطينا يا رسول الله، قال خذ. ثم سألوه فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه، ظلوا يسألوه حتى نفد ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنفق كل شيء بيده عليه الصلاة والسلام شو قال؟ من يكن من خير فلن أدخره عنه. فيش عندي خير موجود بالضبط، فأعطيته إياه. ما يكن من خير فلن أدخره عنه. ومن يستعفف، يعني اللي ما بيطلب ولو إنه بحاجة. ما هو البعض يا أخوة يعني مع الأسف الشديد دائما هات. في عندنا شجرة في الخليل اسمها شجرة الهيت هات، دائما هات. أما فيش عندنا العطاء والبذل، هذا قليل مع الأسف. يا أخي ليش ما يكون عندك أنت يعني هذه النخبة وحب العطاء، مش حب الأخذ، حب البذل، حب الإنفاق. ولو أنه مش عندك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب يقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، يستغني عن الناس. ومن يتصبر يصبره الله، مش يصبر، يتصبر يعني فوق الصبر. ومن أعطي أو وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني أفضل شيء ممكن يحصل على الإنسان له الصبر. ليش؟ لأن ربنا حتى يوم القيامة يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم. حسابات عند ربنا يعني مش بالأبطار ولا بالميزان، لكن عند ربنا. وعطاء الله عز وجل إيش؟ كلام. ومنعه كلام. كن فيكون، لا تكن فلا يكون. لا عنده خزائن تنفذ ولا عنده إيش؟ أمور تنتهي. حديث أخير لا أطيل عليكم يا أخوة. عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث كلنا يحفظه، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعني بده يكون عنده درجة عالية، مش مسلم، مؤمن، مرحلة مطولة. إن أصابته سراء الكل لما يصيبه إشي كويس يحمد ربنا وبنبسط، شكر فكان خيرا له. طب وإن أصابته ضراء، هو فيش إلا أنا يا رب، هو فيش إلا أنا، دائما أنا المصيبة في راسي، دائما أنا كذا. لا يا أخي، بدك تصبر، فإذا صبرت كان خيرا له. فالإنسان المؤمن يعيش دائما بين إيش؟ بين حالاته في السراء
صبر وفي الضراء صبر، سواء شكر أو صبر كله صبر، لأنه البعض ربنا بيعطيه من الدنيا أيضا بده يصبر، لأنه الغنى والعلم والصحة والمال والسلطان كله بده صبر يا أخي. وإذا كان ربنا معطيك شوية صحة تروح تفتري فيها على العالم زي ما المصريين، لا بدك إيش؟ يعني تساعد في الآخرين. نقول قولنا هذا نستغفر الله لنا ولكم وصلى الله على رسول الله. الطهور شطر الإيمان.